اللهم صل على محمد وآل محمد. قال ناقل الحديث في تنصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قال معاشر الناس عن رسول الله إن الله أوحى إلي يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وأنا مبين لكم سبب نزول هذه الآية. إن جبرائيل عليه السلام هبط علي مرارا ثلاثا يأمرني عن ربي جل جلاله أن أقوم في هذا المشهد فأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب عليه السلام أخي ووصي وخليفتي على أمتي والإمام من بعدي، وقد ضمن لي تبارك وتعالى العصمة من الناس، وهو الله الكافي الكريم. فاعلموا معاشر الناس أن الله قد نصره لكم وليا وإماما مفترضا الطاعة على المهاجرين والأنصار وعلى التابعين لهم بإحسان، وعلى البادي والحاضر، وعلى الأعجمي والعربي والحر والمملوك، وعلى كل موحد. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال معاشر الناس فما تقولون؟ قولوا الذي قل وسلموا على علي بأمرة المؤمنين، وقولوا سمعنا وأطعنا، وقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. معاشر الناس إن فضائل علي عند الله عز وجل الذي أنزلها في القرآن أكثر من أن أحصيها في مكان واحد، فمن أنبأكم بها فصدقوه. معاشر الناس من يطع الله ورسوله وعليا أمير المؤمنين والأئمة من ولده فقد فاز فوزا عظيما. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال فناداه القوم سمعنا وأطعنا أمر الله وأمر رسوله بقلوبنا وألسنتنا وأيدينا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته ويده في يد علي عليه السلام. يا مستمعين النظام استعدوا للقيام. قال يا أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بأجمعهم بلى يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي حتى رأى الناس بياض إبطيهما وقال على النسق من غير فصل صوتا واحدا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار.
ألا فليبلغ ذلك منكم الشاهد الغائب والوالد الولد. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. صلوات صل على محمد عليك يا ابن أبي طالب. الحسن والحسين صلوات ربي أئمة المعصومين صلوات ربي. مولاي صاحب الزمان إلهي عجل فرجه. مولاي صاحب الزمان إلهي عجل فرجه. مولاي صاحب الزمان إلهي عجل فرجه. إلهي عجل إلهي عجل إلهي عجل. صلوا على محمد وآل محمد.